بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هشارك معاكم النهاردة في الفيديو 15 فكرة تقدري تاخدي منهم فكرة لوجبة يوم، في سواء في الفطار في رمضان أو في الغدا لو في أيام غير رمضان. أنا باقدّمه لكم النهارده الفيديو ده. آمم، باشارك معاكم مجرّد أفكار، يعني ده مش menu هتمشي عليه مثلًا طول الأسبوع لأ، أنا باقول لِك خُدي فكرة من الفيديو وتقدري تعمليها علشان ما تحتاريش، يعني إيه، الموضوع كتسهيل علينا في إن إحنا ممكن ناكل إيه أو نعمل إيه مع إيه، فيها وجبات اقتصادية وفيها وجبات مثلًا فيها حاجات غالية شوية، يعني إيه، هو متنوّع. أول حاجة معايا ده كان في أول يوم رمضان. كنت عاملة بَط. دي كانت البَط أنا كنت حاشياها برُز، عاملة رُز بالخلطة وحاشياها بيها، وكنت عاملة معاها جلاش باللحمة المفرومة، وكنت مقدّمة معاها رُز أبيض وفاصوليا وسلطة ومخلِّل، وكنت عاملين خُشاف وتمر. وده البلح اللي بنكسر عليه صيامنا، وكانت وجبة حلوة جدًا. طبعًا معروف في مصر أكيد إن أول يوم رمضان ده لازم مُقدّس البَط، بس في عندي أنا بيحبّوا مع البَط الجلاش، كسرت القاعدة بدال المكرونة البشاميل عملت الجلاش. يوم كمان أو فكرة كمان ممكن تعملي بربع كبد وقوانص. وجبة حلوة جدًا ومُشبعة ومغذية، يعني أنا كان ما يعادل ربع كيلو كبد وقوانص عملت بيه الوجبة اللي قدّامكم دي. أنا ما كنتش شارياها بصراحة، أنا كنت الكبد والقوانص كنت مجمّعاها وعملت بيها الوجبة دي وشاركت معاكم الفيديو ده قبل كده، اللي عايز يرجع يشوف الطريقة على القناة، كانت طريقة حلوة جدًا وسهلة وبسيطة وما خدتش معانا وقت. قدّمت معاها بطاطس محمّرة، وبما إن الوجبة ما كانش فيها خضار، عملت معاها طماطم وخيار وقدّمتها بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. تقدّمي معاها مخلِّل. عايزة أي عصير بقى عندِك، باقي عصير، باقي خُشاف، تعملي تمر، تعملي برتقان، براحتك. فكرة كمان ممكن تمشّيها بنُص كيلو بس من اللحمة لو أنتم مثلًا أسرة مكوّنة من 5 أفراد أو 4 أفراد، يعني نُص كيلو لحمة هيبقى حلو جدًا وكافي. هتجيبي لحمة، أنا عملت لحمة دي مسلوقة عادي، وقدّمت معاها مكرونة بالخضار. أنا كنت عاملة بسلة، بس كمان كنت عاملة مكرونة بالخضار وكنت شاركته معاكم في فيديو، طريقتها حلوة جدًا ومغذية، وهي المكرونة دي لوحدها مع بالخضار تنفع وجبة متكاملة يعني لوحدها كده. كنت عاملة المكرونة دي بجزر وبسلة وجزر وبطاطس وكوسة، عايزة أقول لِك كان طعمها حلو جدًا. وقدّمت معاها رُز بشعرية والشوربة البلح اللي بنكسر عليه صيامنا ومخلِّل والعصير بتاعنا. كانت وجبة حلوة وسهلة برضه وكانت سريعة. هي التكلفة فيها كانت في اللحمة، أنتِ زي ما قُلت لِك ممكن نُص كيلو لحمة يمشّي معاكِ الدنيا. يوم تاني عملت فيه مكرونة سباكيتي، وكان يعني هو ده مش قطع بانيه كبيرة، دي كانت يعني زي ما تقولي كده بواقي كده من الصدور اللي كنت باعمل منها البانيه، فكانت بتطلع منها الحتت اللي هي نقدر نقول عليها اللي هي ستريبس مثلًا. عملتها يعني لو لاحظتِ كده إن هي القطع بتاعتها صغيرة، بس كانت حلوة، عملتها مع المكرونة ومشّت معانا اليوم. ممكن تعمليها مع مكرونة صغيرة أو مكرونة مثلًا أقلام براحتك. قدّمت معاها التمر والبرتقان، وكانت في كوباية خُشاف باقية من قبلها بيوم. بما إن الوجبة ما كانش فيها خضروات، قطّعت جزر وطماطم وخيار، وقدّمت معاها المخلِّل، وكانت وجبة حلوة جدًا.
يوم تاني ممكن تمشّيه برضه بربع كيلو أو بنُص كيلو من الكبدة. أنا جِبت كبدة بتاعتي وقطّعتها شرايح وعملت معاها شرايح بصل وفلفل، وعملتها وكان فيديو برضه شاركته معاكم. كل الأفكار اللي أنا مقدّماها معاكم النهارده معظمها أنا مقدّماها معاكم في القناة. قدّمت معاها مع الكبدة كنت عاملة بلح بلبن وكان عصير فراولة، وبما إن برضه الوجبة ما كانش فيها خضروات، عملت طبق الخضار ده جزر وطماطم وخيار. قدّميه بالطريقة اللي تناسبِك. أنا عملته بالطريقة دي زي شكل الوردة كده علشان يجذب الأولاد ويخلّيهم ياكلوا. عملت معاها السمبوسة ديّة كانت محشية جبنة، يعني ما فيش من غير لحوم ومن غير أي حاجة، استكفيت باللحوم في الكبدة بس وخلاص. وقدّمت معاها بطاطس محمّرة، وكانت وجبة حلوة جدًا، وتعتبر برضه وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. قدّميها بالطريقة اللي تناسبِك، ودي كانت فكرة كمان من أفكار بتاعتنا النهارده. يوم تاني قدّمت فيه السمك المشوي. السمك أنا شاوياه في البيت ولازم يعني يكون في يوم في الأسبوع فيه سمك علشان السمك فيه أوميجا 3 المهم جدًا لصحتنا وصحة أولادنا. أنا شويته في البيت بطريقة سهلة جدًا وبسيطة وإن شاء الله هاعمله معاكم واشاركه معاكم. علشان تعمليه في البيت بكل بساطة ومن غير دُخّانة ومن غير أي بهدلة. عملت معاه رز أبيض وسلطة ومخلِّل وكنت عاملة تمر و عصير فراولة. كانت وجبة حلوة وبرضه كانت سريعة ما ب ال السمك المشوي على فكرة ما بياخدش وقت. وحلو جدًا. وبُصّي السمك يعتبر من الحاجات اللي ما بيختلفش عليها 2. ممكن لو مش عايزة تقدّميه مشوي أو بتحبّيه مثلًا صينية أو بتحبّيه مقلي، ممكن تعمليه بالطريقة اللي تناسبِك، بس لازم أنتِ تدخّلي السمك يكون في يوم في الأسبوع فيه سمك أساسي. يوم تاني يعتبر يوم اقتصادي، دي كفتة الرز أنا كنت عاملاها بأقل من ربع يعني كنت عاملاها بتُمن لحمة مفرومة، يعني معلقتين كده لحمة مفرومة، وكنت عاملة بيها كمية كويسة جدًا من كفتة الرز، يعني تقدر تمشّيكِ وجبة في يوم، سواء فطار لرمضان أو غدا في أي يوم عادي. عملتها في البيت على فكرة. ما خدتش معايا وقت خالص. أنا طحنت الرز في البيت، غسلت الرز وطحنته في البيت وعملت معاه الخضرة والبصل والتوم وكل ده ضربته في الخلاط وعملته وعجنته كويس أوي وعملتها في البيت ما خدتش معايا وقت خالص. قدّمت معاها رز بشعرية ومخلِّل وسلطة. لو عندِك أي عصير قدّميه، وكانت وجبة حلوة جدًا وموفّرة. يوم تاني قدّمت معاه فيه الكفتة اللي هي كفتة الحاتي. عايزة أقول لِك إن كل كمية الكفتة اللي أنتِ شايفاها دي أنا عملتها معاكم بربع لحمة مفرومة بس. عملتها حطيت عليها 3 معالق من الفيجيتار أو البقسماط، أي حاجة متوفّرة عندِك حُطّيها، ومعلقة من النشا مع البصلة مع البهارات. وكانت ادّتني كمية كبيرة وحلوة جدًا، ونُص معلقة البيكنج باودر بتخلّيها ما تكشِّش وتبقى نافشة معاكِ ومش مكتومة، بتبقى حلوة جدًا. عملت معاها البطاطس اللي إحنا دايمًا بنعملها مع بعض مسلوقة وباحطّها في الخلطة وال والكريسبي ده بيخلّيها شكلها جميل ومقرمشة. قدّمت معاها التمر وبلح بلبن. قدّمي الحاجة العصاير اللي ولادِك بيحبوها. حطيت معاها مكرونة بالصلصة، وكنت عاملة معاها طبعًا طالما الوجبة ما فيهاش خضروات يبقى لازم نقدّم معاها طبق الخضار اللي هو جزر وخيار وطماطم. يوم تاني قدّمت فيه القرنبيط، وده كنت فيديو عملته معاكم في القناة. القرنبيط اللي مش شارب زيت وناشف ومقرمش ومعمول ببيضة واحدة بس، يعني ما كانش مكلف خالص. لو عندِك قرنبيط مفرّزاه طلّعيه واعمليه. كنت مقدّمة معاه شوربة خضار برضه كنت مدخّلة فيها القرنبيط، كانت قرنبيط وبسلة و
وفاصوليا وجزر وكوسة، كانت شوربة خضار صحية. قدّمت معاها سَلطة ممكن تستغني عنها بما إن في شوربة خضار ممكن تستغني عن السَلطة، حطيت معاها مخلِّل وخيار. برضه قدّمي معاها العصير اللي أنتِ حاباه، بما إن الوجبة ما فيش فيها رُز ولا مكرونة، إحنا طبعًا دي هتتغمِّس بالعيش. وكانت وجبة سهلة وبسيطة وسريعة. يوم تاني عملته معاكم برضه وشاركته معاكم، كانت البسلة باللحمة. برضه تقدري تعمليها بنُص كيلو بس من اللحمة، أو على حسب أفراد أسرتِك. عملتها معاكم وشاركت معاكم، الطريقة كانت سهلة جدًا وبسيطة علشان اللي عايزة تدخل المطبخ يعني وقلقانة من فكرة إن هي تعمل البسلة باللحمة يعني كُلّه مع بعضه. أنا قدّمتها لِك في الفيديو بطريقة بسيطة وفي حلة واحدة وسهلة، وما بتاخدش معاكِ وقت إن شاء الله. قدّمت معاها الرز بشعرية والسلطة والمخلل. دي كانت شوربة البط. أنا قُلت لكم إن أنا شوربة البط اللي بتتبقى عندي مش بارميها، أنا باحطها في أكياس وباحطها في الفريزر، باستخدمها لمّا باحتاج لها. أنا النهارده بما إني ما عملتش مع الوجبة دي شوربة، فحطيت معاها شوربة من بتاعة البط. يوم تاني ممكن تقدّمي فيه المكرونة بالصلصة. أنا كنت عاملاها بالفلفل والبصل والتوم، وكنت مقدّمة معاها البطاطس زي العادة اللي إحنا بنعملها على طول مع بعض، مسلوقة ومحطوطة في التتبيلة. التتبيلة اللي هي بتبقى إيه، عبارة عن دقيق وعليه بهارات فلفل أسود وكمون وبابريكا أو كركم وبهارات لحمة أو بهارات فراخ وبحبهان مطحون. يعني أي بهارات عندِك موجودة حُطّيها، بتدّي نَفَس. بهارات كُفتة، بتدّي نَفَس وريحة حلوة جدًا، وبتعمليها زي العجينة وبتحُطّي فيها البطاطس المسلوقة وبتطلّعيها بتحمّريها، وقدّمت معاها السلطة والخيار، وكانت وجبة حلوة جدًا. يوم كمان ممكن تقدّمي فيه اللي هو كشري العدس أو الكشري الإسكندراني، اللي هو الرز بالعدس. أنا عملته معاكم في فيديو وهو طريقته سهلة جدًا وبسيطة. قدّمته معاه ده كان بيض مسلوق، وكنت يعني محمّراه بعد كده في سمنة بلدي. مش عايزة تحمّريه خلاص قدّميه البيض مسلوق كده بس وخلاص من غير أي حاجة. قدّمي معاه طبق سلطة، أو زي ما إحنا متعودين الخيار والطماطم والجزر نقطّعهم ونقدّمهم على شكل وردة للأولاد، مع طبق الكشري الإسكندراني ده. كانت وجبة حلوة جدًا. وتقدّمي معاها أي عصير يعني أنتِ بتفضّليه. وجبة سهلة وسريعة وبسيطة وبرضه مش مكلفة، يعني لو كل واحد هياخد له بيضة مع طبق الكشري بتاعه وشوية الخضار، هتبقى وجبة حلوة جدًا والحمد لله. فكرة تاني برضه ممكن نعملها، أنا مدخّلة المكرونات كتير في الوجبات بتاعتنا، بس لإن الولاد بتميل شوية للمكرونة وخصوصًا إيه، اللي هي المكرونة بالصلصة. أنا كنت عاملة المكرونة دي وكنت برضه مشاركاها معاكِ في فيديو، عاملاها بالفلفل الألوان والبصل، وكنت عاملة ده كان يعني أقل من نُص بانيه. يعني أقل من نُص بانيه كنت عاملة بيه الوجبة الكاملة دي، اللي كانت ل5 أفراد. كانت وجبة حلوة جدًا وسهلة وسريعة. تتبيلة البانيه أنا شاركتها معاكم، من غير بيض ولا أي حاجة، كنت عاملاها بطريقة موفّرة. قدّمت معاها المخلِّل، ولو حابة إن أنتِ تقطّعي معاها خضروات، قدّميها بالطريقة اللي تحبيها واللي تناسبِك، وحُطّي معاها عصير. ممكن تحُطّي معاها عصير فراولة أو برتقان بالجزر. ودي فكرة كمان من الأفكار. ممكن تقدّمي السمك المقلي. إحنا عملنا السمك مرّة مشوي، هنعمله مرّة مقلي، مرّة تاني صينية. أي نوع بقى أنتِ بتفضّليه. ده كان سردين وكنت جايبة نُص كيلو من البسارية، فقُلت بما إني النهارده هاعمل السمك السردين ده مقلي، خلاص هاقلي معاه كمان البسارية. فقليت البسارية وقليت السردين وعملت معاهم
الرز الأبيض بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، حابة مثلًا مش عايزة تجيبي بسارية وسردين وعايزة مثلًا تجيبي شبار أو بولتي، عايزة تجيبي مكرونة وتعمليها صينية، براحتك. أنا عملت معاهم سلطة، السلطة لازم تكون يعني متكاملة، حُطّي فيها جزر وطماطم وخيار وجرجير وبقدونس، يعني شكّلي السلطة كده علشان يبقى طبق متكامل، مع الرز والسمك هتبقى وجبة حلوة جدًا. وممكن يعني أسرة مكوّنة من 5 أفراد هيكفّيهم يعني كيلو السمك ده هيبقى كويس جدًا ومناسب ليهم. يوم كمان عملت فيه فراخ، الفراخ دي أنا كنت عاملة لها تتبيلة، وكنت مدخّلاها الفرن شوياها في الفرن من غير أي حاجة خالص، التتبيلة بتاعتها بس وحطيتها في الصينية ودخّلتها الفرن واستوت، وقدّمت معاها شوربة الخضار عبارة عن جزر وفاصوليا وكوسة وتقريبًا قرنبيط، وده الصوص اللي كان طالع من الفراخ اللي أنا كنت شاوياها، وقدّمت معاها رز أبيض، وعندي الولاد بيحبّوا يغمّسوا الصوص ده بالعيش، قدّمت معاه العيش، قدّمي معاها هي مش محتاجة أي حاجة معاها، لإن هي معاها الخضار بتاعها وفيها النشويات والبروتين، يعني هي وجبة متكاملة مش محتاجة إن أنتِ تقدّمي معاها أي حاجة تاني. ممكن تحطّي معاها العصير اللي يناسبِك، وهي دي كانت الأفكار بتاعتنا النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، ولو أنتم مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.